يو سلام، زي ما شفتم بعنوان المقطع فضائح مدرسية. أنا كطالب كنت أدرس في مدرسة ابتدائية وتحولت لصف ثاني وثالث ورابع وخامس. بس اللي حصل في صف خامس هذا كان شيء فوق الخيال، ويلي حصل كان كهالديم. أخوكم بدأ سن المراهقة المبكرة، وطبعا كان في بنت اسمها حنان. يا حنان، يا حنان، يا حنان، حبيتك. المهم أنا كان عمري بين 13 14 سنة في صف خامس، لأني درست متأخر وزي كذا. كانوا بالمدرسة الأهلية كيف يقسمونها، الأولاد جهة اليسار والبنات جهة اليمين، وإذا في زحمة طلاب أحيانا يطرحوا ولد جنب بنت. فكنت أنا بالطاولة الثانية من المرتبة الأخيرة في الفصل، والبنت كانت بنفس الطاولة نفسها، يعني بالجهة المقابلة لي. فكديم أخوكم العبد لله كان يقعد يتطلع في البنت والبنت تتطلع فيني، يعني عشنا قصة روميو وجولييت داخل الفصل. مرت الأيام ومرت الفصول الدراسية وتعلقت في البنت أزيد، والبنت عرفت إني بحبها وزي كذا. فبلشنا نحكي ونضحك ونطلع الفسحة مع بعض، والشباب بالطلاب تبع الفصل قاعدين يشوفونا. البنت هذيك الأيام كانت بسن 13 سنة، وأنا كنت معجب فيها صراحة، والبنت كانت صاروخ. يا حنان، يا حنان. ورغم اني كنت ادرس في مدرسة اهلية، بس كنت مطفر طفارة ابو اسد، يعني من اخلاق شاب نبيل. ضروري انا لما اطلع الفسحة اعزمها على عصير سندويتش جبن وزي كذا. فالموضوع هذا ينقلنا للنقطة الثانية. طبعا انا كيف كنت ادخل مصاري وانا ما كان عندي مصروف اساسا في المدرسة؟ كنت انا فنان وموهوب جدا في الرسم. زمان كنت ارسم الطيور الغاضبة او الانجري بيردز، بس حاليا التطبيقات هذه تبع الطيور الغاضبة انقرضت خلاص. كنت ارسم هذه الطيور بدون ما الونها. وكيف اسوي؟ ابيع الطيور هذه او الرسمات تبع الطيور ب200 ريال، طبعا بالعملة اليمنية. واللي ما يعرفني يا شباب، طبعا انا من اليمن. البعض منكم لما يلقاني اتكلم يقول انت كلامك ما يشبه كلام اليمنيين. عموما انا اتحاكى بكلام او لهجة مفهومة يفهموا علي باقي الناس. ظليت ارسم الرسمات هذه لما اروح البيت، ثاني يوم اروح على المدرسة اعرضها للطلاب عشان ابيعها بثمن زهيد. فكنت اطلع بيومي 300 400 ريال 500 ريال. وقت اللي يصير وقت الفسحة اخذ البنت اللي اسمها حنان واطلعها إشي عصير أندومي سندويتش جبن. آباء الطلاب بدأوا يكتشفوا أن أولادهم ما بياكل ولا بيشرب، كانوا قاعدين يشتروا مني رسمات ويلونوها طبعا، وأنا أخذ فلوسهم وأخذ البنت ونروح على المقصف نشتري أندومي وسندويتشات وعصير وأشياء زي كذا. لو زد أكمل. المهم المشكلة اللي صارت بيني أنا وأولياء الأمور تبع الطلاب، اجى واحد اشتكى على المديرة، حكى لها هذا الولد قاعد يبيع لابني رسمات وياخذ مصروفه باطل. قلت انا شت وات ذا فاك، شو اللي اخذه باطل؟ انا قاعد اطلب الله بعرق جبيني والله. المهم صارت المشكلة هذه واستدعوا ولي امري، وولي امري مش فاضي اساسا يروح يتابع ورايا. المهم عشت قصة استغفر الله العظيم، هي كان الوضع زي الزفت وفقر ولا زال لحدك والحين، بس ان شاء الله يتغير بالمستقبل. المهم منعوني اني ارسم وابيع الرسومات حقي، فانا كيف ادخل مصاري مرة ثانية؟ قلت لا والله بدها مشروع ثاني اقسم بالله. المهم يا عزيزي انا هدأت فترة بين ما الدنيا تهدأ شوي كذا وارجع لتجارتي مرة ثانية. كنت انا بابلو اسكوبار الفصل الدراسي. في المشروع الثاني عزيزي شو كان اندومي وشطة، يعني انا صرت انافس المقصف تبع الاستراحة. كنت اجيب معاي اكياس حرارية واجيب الاندومي واجيب الشطة. طبعا الشطة كانت ممنوعة في المدرسة، ما اعرف ليش كانت ممنوعة، بس قال لك كثر الشطة تجيب بواسير. المهم جبت الاندومي وجبت الشطة والاكياس الحرارية، بدأت اعرض على الطلاب اندومي وشطة وحركات زي كذا بدون تنضيج الاندومي. طبعا اسكب له الاندومي نصها في كيس حراري مع شوية زيت وشوية بسباس وشطة وكذا، واخلط له واقول له يلا ب100 ريال ولا ب50 ريال. المهم انا ظليت ابيع وكنت ادخل اكثر من الرسومات صراحة. بس انا كنت اسوي، كنت يوم ابيع ويوم لا، اساس كذا بخفي تجارتي من الناس. المهم بعد اسبوعين زمان انقفضت مرة ثانية ورحت على المديرة وسويت تعهد اني ما ازيد ابيع اي شيء في المدرسة. قلت كديم والله هذه المديرة حاطة راسها براسي، لكن انا راسي اكبر منها وانشف منها كمان. قلت ضروري اطبق المشروع الثالث يا ولد. المهم تعرفوا كان في زمان حلاوة اسمها لايكي او لايكي زي كذا، كانت زي الدقيق الابيض وفيها مصاصة وانت تشربها كأنك تشرب حبة سيجارة زي كذا. اول ما نزلت كان ممنوع علينا احنا نشتريها كتشبه ان احنا ندخن وزي كذا. فانا كنت استنى وقت خلاص قد احنا بدنا نروح، انا في الشنطة مجهز كمية لا بأس فيها، وكان في سور خلف المدرسة. طبعا بعد المروح انا اروح قفل السور هذاك والطلاب يجون لهناك حسس ابيع لهم. فرضا يعني كنت ابيع اليوم وبكرة الطالب يحاسبني جوات الفصل. فاللي حصل في اليوم الثاني انه احد الطلاب
بلش يبيع اللايكي هذا مثلي أنا. يعني بدك أسكت له؟ لا أكيد، رحت على المديرة وحكيت لها كل شيء. المهم المديرة حكت للأساتذة وحكت للحارس وحكت لباقي المدرسين إنه بدكم تتشددوا على الطلاب وتراقبوهم شو سووا وشو يعملون بالضبط. وطبعا خربت التجارة كلها وصديقكم صار طفران مرة ثانية. بس قلت يلا نص البلا ولا كله طفران، بس عندي الجيرل فريند تبعي. فاللي حصل البنت هذه اللي اسمها حنان على قرب نهاية الفصل الدراسي البنت صانكم الله صار فيها مرض، مش عارفين شو اللي حصل لها. فأبوها وأمها من الطبقة اللي هم بزبز مان، يعني معهم فلوس ومصاري، اشتريك واشتري من معاك. فأخذوا البنت من المدرسة وطلعوها، وصديقكم ظل وحيد لنهاية الفصل الدراسي. بعدين تكافتت الأوضاع علي كذا وتحولت على مدارس حكومية صراحة. وأما موضوع المدارس الحكومية هذا بدها حلقة لحالها مختصة، يعني صارت كوارث في المدارس الحكومية لما درست فيها ما تتخيلها صراحة، وخاصة عندنا في اليمن. فيب يا برو، هذه قصتي اللي حصلت في المدارس الأهلية. إن شاء الله برجع بحكي لكم المدارس الحكومية إذا وصلوا المقطع هذا 20-30 لايك، مش مهم، المهم يطلع المقطع مشاهدات. فيب اضطر أقول لكم سلام. We not the same, my nigga, my word was all that I had. I broke up with broke, I've been two in the having and good with the math. I count up and count out the niggas who fronted on me doing bad. Look. تبعت شارل ونجيمين القادم أنصحك باستثماره في شركة صبغات، أو يديك تسوي شركة فازلين. أقسم بالله تحصلي الراتب وتجني أرباح عمرك ما تتخيليها. يعني بدل ما تضيعي الفلوس على الهايلايت والأخير تشتهي لمبة الحمام الملونة تبع اللايت ستيك، وبالأخير يا عزيزتي يطلع شكلك زي هذا. أوكي